للأسف بتعشق الرياء وهي مش عارفة ايه معنى الرياء وليه هو كبيرة من الكبائر. يعني ايه كلمة رياء؟ حد عارف يعني ايه رياء؟ ها؟ نفاق، انك تنافقي. للمنافقين غير الرياء. ايوه، ان هو بيعمل العبادة، يعني بتصدق عشان الناس تعمل ايه؟ تشوفني. لكن لو انا ما عنديش جمهور يشوفني مش هديكوا الدرس. ليه؟ عشان انا بعمل ده عشان ابقى مشهورة. لكن لو انا بعمل ده عشان انا عايزة الثواب وعايزة رضا ربنا وبحط ده وبصوره عشان يبقى في ميزان حسناتي اللي يتفرج، لا ده فكر، ده حاجة تانية خالص. لكن هطلع صدقة، يا جماعة شايفيني أنا بديها فلوس، يا جماعة شايفين أنا بذبح، يا جماعة أنا جمعت فلوس وعملت كذا وأنزل الصور وأروح وأتصور، مش عشان خاطر ربنا ولكن عشان خاطر الناس تتفرج عليا. طب افرض أنا بعمله عشان خاطر ربنا وكمان يعني من جوايا كده حابة إنه الناس يعني إيه، يعني تبقى شايفيني وأنا بعمل العمل ده، حبط العمل. حبط، يعني مفيش ثواب، مفيش ثواب. زائد ان هو كمان ايه؟ كبيرة من الكبائر. ليه؟ عشان ربنا بيعلمنا ان احنا نخلص ليه. ان انا اكون مخلصة، ان انا اكون مخلصة لرب العالمين، مش ان انا اكون، معلش انا اسفة بس عشان الصوت بيروح، مش ان انا اكون بعمل ده عشان الناس تتفرج عليا او عشان انا مريض نفسي فنفسي ان انا اخد عدد مشاهدات او الناس تقول لي او الناس تمن عليا وتيجي تقول لي انت عارفه دي معروفه جدا، دي بتطلع صدقات كتير، انت عارفه دي صوامه، انت عارفه دي صوتها تحفه وهي بتصلي. طب ده حرام؟ لو حضرتك قاعده بتصلي وكنتي بتصلي بسرعه وبعدين شفتي بعينيكي كده لمحتي ان في حد ايه دخل، فتقعدي بقى بسم الله الرحمن الرحيم، احنا كده بنعمل ايه؟ بنمثل. هل انت فعلا بتصلي ودي طبيعتك في الصلاه، ولا انت لما شفتي حد داخل فحبيتي بقى ايه تتمنظري قدامه بالعباده؟ ده انا بعبد ربنا، اما لهاش علاقه، يعني مش هاخد حسنات، دي كبيرة من الكبائر. ليه؟ عشان انتي ما كنتيش بتعمليها خالصة لوجه الله الكريم. امال بتعمليها عشان ايه؟ عشان الناس تتفرج عليا، عشان الناس تقول ان انا صوامة، عشان الناس تقول عليا ان انا واو طريقتها تحفة، عشان الناس تقول انها بتصلي تجنن، عشان الناس تقول لبسها حلو، عشان الناس. لكن احنا مش بنعمل ده عشان انا فعلا عايزه رضاك انت يا بس، يا رب تقبل، بس يا رب تقبلها. اوكي؟ واكتر حاجه بنقولها دايما للاطفال في القصه دي، يدوله قربان. فطلب سيدنا ادم من ولاده ان كل واحد فيهم يجيب قربان لربنا. يعني ايه قربان؟ يعني حاجه طاعه هتقرب بها الى مين؟ الله. فكان عنده 2، واحد فلاح والتاني كان shepherd اللي هو راعي غنم. خلاص؟ فالفلاح دخل جاب صينية كبيرة جدا، بس الطماطم دي قربت تعفن، يلا حلوة الخيارة دي بس يعني يلا عشان هتبوظ حرام بدل ما نسيبها، الليمون ده كويس، البطاطس دي حلوة، الموز، التفاح. جاب طبق كبير قوي، بس تبصي في الطبق تلاقيه ايه؟ في اي مجهود او في حاجه قويه؟ لا. اما التاني دخل نقى اتخن خروف والفريره بتاعته حلوه، قعد يسرح فيه ويحميه ويقص له ضوافره ويهتم بيه. اوكي؟ وراح قال لسيدنا ادم اهو ده القربان بتاعي اللي انا عايزه اقدمه لربنا. ربنا تقبل من مين؟ من اللي هو بتاع الايه؟ الشابرد اللي هو راعي الغنم. ليه؟ لانه تم الطريقه بالقربان. ايوه، يعني طب ما ممكن واحد يقول لك بس ما ده كمان طلع زرع، يعني طلع فواكه كتيره وطلع، كان في اخلاص في العمل؟ لا.
طب التاني كان في احسان كمان، مش بس اخلاص، مش بس انه يا رب الله يا رب تتقبل، لا، واحسان في العمل. يعني مش شرط ان انا عشان بشتغل والباص بتاعي مش موجود فاقعد بقى على الانترنت شويه، افتح الفيسبوك شويه، ولما المدير يجي ابين بقى قدامه، ده عدم اخلاص يا جماعه. وخدوا بالكم، لان الا من رحم ربي مش واخد باله انه دي ممكن تكون سيئات قاعدين بنلمها طول النهار. ليه؟ عدم اخلاصك في الشغل، عدم اخلاصك واحسانك لحاجتك في البيت، الكلام ده كله بنتحاسب عليه. فلازم نبقى مخلصين لوجه الله الكريم، نكون كمان بنعمل الشغل باحسان. كل ما هتعملي الموضوع باحسان هتاخدي عليه ايه؟ حسنات، مش فلوس. ممكن تاخدي فلوس قد كده وتاخديها عمليات، مصايب سودا، حوادث، بيتك يتحرق، الدنيا تولع. ليه؟ مفيش بركة. ليه؟ لأن أنا مش عاملة الموضوع بنية سليمة لوجه الله الكريم. لكن نيتي ايه؟ يلا نقبل بقى قرشين آخر الشهر وخلاص ومشي حالي، ولا عندي ضمير، وشغلي أي كلام، وممكن ألبس الناس في بعض والكلام ده كله. خلاص؟